سامعين صوت بقى الخرفشة؟ شايفين بقى العظمة؟ مقرمش من بره ومن جوه طري وبجد رهيب. حواوشي الرول يا جماعة، اللي ما جربوش فايته كتير كتير عن الحواوشي التقليدي، بجد مختلف واقتصادي وتحفة. بص بقى جميل وشكله يفتح النفس. يلا بينا بقى ندوق كده في الطحينة، بجد عظمة. الله على الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى رولات الحواوشي يا جماعة. بصوا بقى الكمية، هنعمل مع بعض بربع مفروم. كمية كبيرة جدا من الحواوشي، طريقة مختلفة وبجد جميلة. جربوها يا جماعة، اللي ما جربهاش فايته كتير. يلا بينا ندخل الفيديو، وهستنى بقى رأيكم في التعليقات يا حبايبي. يلا بينا ندخل الفيديو. ومعانا هنا بقى في الكبة هننزل بثلاث بصلات رباع. وطبعا الحواوشي بيحب البصل، تقدروا تكتروا في الكمية اللي انتوا عايزاها. ومعانا هنا فلفل اخضر وفلفل سبايسي، هننزل في الكبة كده. ومعايا معلقتين هريسة شطة، بتدينا تيست حلو قوي في الحواوشي. هنبتدي بقى نضرب الكلام ده كله مع بعض. ومعانا هنا اللحمة المفرومة، معايا هنا ربع لحمة مفروم. هيكون في نسبة دهون كبيرة يا حبايبي، لان الحواوشي طبعا بيحب الدهون. هننزل بقى في الكبة بالكلام ده كله مع بعض، وهنضاعف الكمية، هيطلع معانا ايه الحواوشي كمية كبيرة جدا بالربع مفروم واحد. طبعا البصلة يا حبايبي والفلفل بنصفيها كويس من المية عشان الحواوشي بتاعنا ما يكونش طري. هننزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتنا، وهنضرب الكلام ده كله في الكبة. وهننزل بقى ايه بالتوابل بتاعتنا. معانا التوابل: فلفل اسود، ملح، 7 بهارات، بابريكا، سنة جوز الطيب. بس كده. وهنبتدي بقى ايه نضربهم مع بعض. وهننزل بقى بالحواوشي بتاعنا، ونبتدي نقلبه مع بعض. وهنقلب بقى الحواوشي كويس قوي بايدينا. بصوا يا حبايبي، طلعوا معانا كمية حلوة جدا جدا. بس كده تمام. معانا الصينية بتاعتنا، هنبتدي بقى ننزل بيها في الزيت، ونلمعها كويس بالفرشة عشان الحواوشي بتاعنا يقرمش، وفي نفس الوقت ما يلزقش في الصينية يا حبايبي. والخطوة دي مهمة جدا. هنا يا حبايبي هنبتدي بقى ايه، نيجي بقى بالحواوشي بتاعنا، ونبتدي كده نفرده رول عادي، ونبتدي بالعيش كده نلفه. مفيش ابسط من. انا معايا عيش هنا ابيض، تقدروا تستخدموا عيش بلدي من العادي، مفيش اي مشكله. حابين تفتحوا العيش وتحشوه رول براحتكم. انا العيش معايا هنا صغير فبلفه كده ايه. بصوا بيبقى شكله جميل قوي يا حبايبي. بصوا الطريقه جميله جدا وسهله، والطعم بجد تحفه.
هنكمل كده الكمية، بقيت الكمية. طبعا الولاد هيحبوا قوي يا حبايبي عن الحواوشي العادي، جربوا الطريقة دي بجد جميلة. هنكمل بقى بقية الكمية كده ونرجع لكم. كده خلاص خلصنا الكمية كلها. هنبتدي بقى ندهنها بزيت من فوق وبس كده وندخلها على الفرن. هندهن بقى الحواوشي. وبصوا بقى الحواوشي بعد ما خرج، بصوا بجد تحفة، مقرمش من بره ومن جوه طري، بجد رهيب. وعمل معانا كمية كبيرة جدا يا حبايبي. بصوا بقى ما شاء الله على جماله. كده خلاص وصلنا بقى لنهاية الفيديو. بصوا بقى الكمية حلوة جدا، جربوه بقى وهستنى بقى رأيكم في التعليقات، واللي عنده اي استفسار